إخوان السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في هذا الخبر الرياضي الذي يتعلق بالوداد البيضاوي. قبل ما ندخلوا التفاصيل ديال الخبر ما تنساوش بالدعم ديالكم من خلال الضغط على زر الاشتراك والاعجاب بالفيديو. اذا ندخلوا في التفاصيل. سافر فريق الوداد الرياضي زوال اليوم الاربعاء نحو الجزائر استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل في ثاني جولات دوري ابطال افريقيا. وتوجهت بعثة الوداد من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إلى تونس، حيث ستستقل طائرتان نحو العاصمة الجزائرية بسبب قرار السلطات المحلية غلق المجال الجوي أمام الطيران المغربي. ومن المرتقب وصول الفريق الأحمر مساء اليوم إلى الجزائر العاصمة على أن يجري حصتين تدريبيتين قبل مباراة المرتقبة بعد غد الجمعة أمام شبيبة القبائل بملعب 5 جويلية. ويغيب عن الوداد كل من زهير مترجي ومؤيد اللافي والجزائري حسين بن عيادة وحارس مرمى يوسف مطيع بسبب الإصابة، فيما استنفذ العميد يحيى جبران عقوبة الإيقاف بعد طرده في مباراة ربع كأس العالم للأندية أمام الهلال في مباراة المغرب تطواني برسم سدس عشر نهائي كأس العرش. ويلعب الوداد مباراته الأولى هذا الموسم في دوري المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بعد تأجيل الكونفدرالية الأفريقية لجولته الأولى أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي للالتزام بالمشاركة في الموندياليتو. وبهذا نكون قد انتهينا من خبر اليوم، وشكرا لكم. إلى خبر آخر إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.